أنا بلا رئة الآن. أنا واحد من اللي أفسدوا من الملايين المصريين اللي بوظوا حياتهم بالسجاير بهذه اللعبة الحقيرة اللي اسمها السيجارة. وكل إنسان يدخن يتهيأ له إنه الناس كلها هتعيا ما عدا هو. فأنا كنت بدخن، وصلت لحالة من الشراهة في التدخين. ف الرئة فسدت، يعني ملخص الكلام. فأنا دلوقتي زي السمك، بس يعني بتنفس من خياشيم، واخد بالك، أشياء صغيرة جدا. هذه الأشياء الصغيرة طلع ميكروب، جانب إن الرئتين تضخمتا وبقت كورة. يعني لو رميتيها الكلب ما ياكلهاش. ففاضل فيها الحته اللي بكلمك منها. اقول لك 80% من اللي عندهم سرطان كانوا مدخنين، يبقى في علاقه حتى لو انا مش عارفها. لكن ثبت ان كل انسان في دمه ماده مسرطنه. كل انسان، كلنا عندنا ماده مسرطنه في الدم، ولكنها غير فعاله، مش شغاله. يبقى زي قلتها. هي يعني ماده مسرطنه بس مش شغاله. التدخين يخليها شغاله، بتعمل سرطان في اي حته. واضح؟ ما بقاش سرطان رئه بس، بقت سرطان اي حته في الجسم نتيجه سرطان قولون اكثر في المدخنين. فعشان كده ارجوكم، اللي بيشرب سيجاره مش هقول له بطل، هقول له راجع نفسك، راجع نفسك. واحد هيقول لي ده انا هبطل سجاير، هشرب شيشه. اقول له لا، خليك بسجايرك. لا، حجر الشيشه ب 80 سيجاره. حجر الشيشه ب 80 سيجاره. انت بتصرف كام يوم، كام في اليوم للتدخين؟ انا ما اعرفش علبه السجاير بكام، انما اكيد غليت. يعني تصرف قد ايه؟ احسب على عمرك كده، لو بتحط الفلوس دي في حصاله، العلبة السجاير بدل ما اشتريها حط الفلوس في حصالة، هيبقى معاك ملايين. واضح؟ وانت ناسي انك ستحاسب على حاجتين. على حاجتين. يسأل المرء عن ثلاث، من ضمنهم ماله، من اين اكتسبه، وفيما انفقه. تقول له ربنا اصلا حرقت ده عشان كنت، ده كلام. فالسجاير والله كل واحد يراجع نفسه. لو داخل سوبر ماركت تشتري سمنه، لقيت مكتوب على العلبه هذا سمم، هتشتريها؟ علبه السجاير مكتوب عليها كده. التدخين يسبب الوفاه. اعلنت وزاره الصحه ان السده الرئويه هي ثالث سبب للوفاه في العالم. مش عايز تربي ولادك؟ مش عايز تعيش كويس؟ مش عايز تمشي ما تنهكش؟ مش عايز تنام بالليل كويس؟ كل ده انت مش عايزه؟ مش خايف من يوم الحساب؟ مش خايف؟